ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض البان كيك سهل قوي وبسيط ومش هياخد اكتر من 10 دقايق. اوقات كتير بنبقى نفسنا نحلي بحاجه بسيطه وسهله وسريعه ما بتاخدش مننا وقت. تعالوا نشوف عملناه ازاي. اول حاجه انا عندي بيضتين بدرجه حراره الغرفه، عندي بقى رشه فانيليا صغيره كده. هبدا اقلب البيض كويس. عندي بقى معلقه ونص سكر، معلقه كبيره. نبدا نقلب كويس جدا مع بعض. انا عندي بقى كوبايه لبن دافيه، نزلت باللبن هقلبه كويس مع بعض. عندي بقى 3 معالق زيت ذرة. انا كده بقى ضفت المواد السائله بتاعتي، هنبدا نضيف دي بالتدريج. انا عندي تقريبا حوالي كوبايه ونص بس مش هضيفها كلها مره واحده. هبدا انزل باول كوبايه، هضيف عليها معلقه كبيره ممسوحه بيكنج باودر، رشه ملح، ونقلب كويس جدا مع بعض عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. وهبدا انزل بالنص كوبايه التانية بالتدريج. انا تقريبا كوبايه اللبن خدت كوبايه ونص دقيق. انا محتاجه ان الخليط بتاعي يبقى السمك بتاعه ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. بقلب كويس جدا عشان اتاكد ان كل الدقيق اختلط كده بالمواد السائله، ميبقاش فيه اي تكتلات. وهبدا بقى اسيب العجينه بتاعتي ترتاح تقريبا حوالي 10 دقايق قبل ما اسويها. انا محضره بقى حاجه كده عشان اقدر اصب بيها في الطاسه تبقى سهله بالنسبه لي. الطاسه بتاعتي سخنتها كويس جدا. هبدا اوطي الحراره بتاعتي على الوسط. هبدا انزل بالخليط بتاعي. انا بحب المقاس بتاعه تبقى وسط، ما بحبهاش تبقى كبيره. ممكن طبعا المقاس اللي يعجبكم مفيش مشكله. اول ما احس ان هي عملت فقاقيع كده كده خلاص هي استوت. هبدا اقلبها. وعايزه اقول لكم سهل جدا وبسيط وطعمه حلو قوي. وهبدا اعمل الكميه بتاعتي بنفس الطريقه كده. عندك بقى عسل نحل، عندنا صوص شوكليت، صوص كراميل، اي صوص انتوا بتفضلوه ممكن تضيفوه. ممكن طبعا يتاكل بجبن مفيش مشكله، حلو قوي وطعمه يجنن. يا رب تكونوا الوصفه عجبتكم. مستنيه طبعا رايكم ومستنيه كومنتاتكم، وان شاء الله نتقابل فيديوهات تانية كتير.